المشكلة في نفسك. أيوة، نفسك الأمارة بالسوء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نفسك دي عاملة زي الطفل الصغير، نفسه يمسك أي حاجة وكل حاجة ويجرب في أي حاجة. ولع يمسك ما عندوش مشكلة، كهرباء دايس وشغال، مية ينط، تراب ياكل، طينة، أي حاجة. فنفسك دي زي الطفل، لو ما تلاقاش حد فوقيه بيقول له ده صح وده غلط، ما تعملش كده، الحاجة دي هتضرك، ده كويس اعمله، ده مش كويس ما تعملوش، هيروح في داهية. نفسك دي لو ممسكتهاش، قلت لها ده صح وده غلط، ده يتعمل ده ما يتعملش، والعياذ بالله ممكن توديك النار. ربنا سبحانه وتعالى قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هنا بقى هنقف شوية. ونهى النفس عن الهوى، أي هوى، أي حاجة حرام ينهى نفسه عنها. الفرق بين الشخص الكويس والشخص اللي مش كويس مش ان ده مثلا ملك وده بني آدم، ده ما بيغلطش وده بيغلط، لا لا لا، كل الناس بتغلط، كل الناس أصحاب معاصي، وكل الناس أصحاب ذنوب، وكل بني آدم خطاء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. بس الفرق في ايه؟ الفرق ان اللي بيغلط مش بيسوق نفسه في الغلط، لا، بيجي عنده نقطة معينة ويمسك نفسه، لا احنا لو كملنا كده هننضر اكتر، فنرجع ما نعملش كده. انما الشخص التاني، لا، ده الحاجة اللي احنا عملناها حتى لو هتضرنا، بس هو شايف ان طعمها حلو، او شايف ان هي بتديله اسعاد لحظي، فلا دوس فيها وهنشوف في الاخر ايه اللي هيحصل. مش بيحسب لها، ماشي كده بدماغه الضيعة اللي هتضيعه. طيب احنا عرفنا المشكلة فين؟ المشكلة في نفسنا. نفسنا مش عارفين نظبطها، مش عارفين نروضها، مش عارفين ان احنا نتعامل بيها كويس، مش عارفين ناخد من نفسنا الحاجة الحلوة اللي نعرف نقابل ربنا سبحانه وتعالى بيها، ونعمل حاجات تنفعنا في الدين وفي الدنيا. طيب نعمل ايه بعد كل المشاكل اللي احنا قلناها دي؟ الحل زي ما قلت لك، ان نفسك زي الطفل. حضرتك لما بتيجي تعلم طفل بتاخده واحدة واحدة واحدة، فنفسك دي تاخدها واحدة واحدة. مثلا واحد مش بيصلي والعياذ بالله، وده خطر كبير جدا ان يكون واحد مسلم مش بيصلي. ازاي اصلا مسلم ما بيصليش؟ ربنا يعافينا كلنا. واحد مش بيصلي، عشان يصلي اول حاجة لازم أن تحببه في الصلاة، تقول له اجر الصلاة، ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه للمصلين، تاخده واحدة واحدة تدريجيا. هيصلي ان شاء الله معاك، يبدأ بالفرائض، ربنا كرمه بقى بيصلي الفرائض، تحببه كمان في النوافل، تحببه في السنن، قيام الليل، وهكذا. مثلا واحد مش بيصوم خالص، فتعالى كده طيب نجرب نصوم يوم الاثنين ولا حاجة، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، صام يوم الاثنين. طب ما تيجي نشوف اثنين وخميس، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصومهم، يصوم اثنين وخميس. طب ما تيجي نشوف 3 ايام من كل شهر. طب ما تيجي نشوف العشرة الأوائل من ذي الحجة. طب ما تيجي نشوف يوم عرفة، وهكذا تدريجيا. واحد مش بيحفظ قرآن، تعالى بس امسك المصحف بس، وانت لما هتمسكه وتقرأ، انا بقول لك اهو، بوعدك ان انت هترتاح. بص يا عم، ما تقرأش جزء ولا 10 صفح ولا 5 ولا ربع ولا صفحة، اقرأ بس 5 آيات. قرأ 5 آيات والدنيا جميلة ما شاء الله، طب ما تقرأ 10. طب ما تيجي نشوف صفحة، صفحتين، 3، 4. واحد بيسمع أغاني، ربنا يعافينا يا رب ويعافي كل الناس. بقول لك ايه، انت بتسمع لك كام أغنية في اليوم؟ ولا بتسمع كام ساعة؟ بتسمع ساعتين؟ طب ما تيجي نسمع ساعة واحدة، ونشوف بعد الساعة دي هتكون عايز تسمع تاني ولا كده كفاية. طيب سمع الساعة، ها حاسس ايه؟ عادي، مفيش فرق، سمعها زي عدم سمعها. طيب تعال نشوف نص ساعة، تعال نشوف ربع ساعة، تعال نستبدل الأغاني بأناشيد. حسيت بفرق ولا أي حاجة؟ ده بالعكس، ده الأناشيد حتى كويسة وفيها كلمات طيبة، ما حسيتش إن أنا محتاج لأغاني. واحد بيشرب سجاير، حضرتك بتشرب قد إيه في اليوم؟ بيشرب مثلا 5 سجاير. طيب السيجارة الأولى بتبدأها الساعة كام؟ الساعة مثلا 8 الصبح. طيب ايه رأيك لو خلينا السيجارة بتاعت 8 الصبح الساعة 9 الصبح؟ شوف كده وجرب.
ايوه، عملت ايه؟ شربتها الساعه 9 الصبح، في فرق؟ لا مفيش فرق. طب 9 دي خليها 11 قبل الظهر، خليها الساعه 1، خليها الساعه 3، خليها الساعه 5، 7، الساعه 9، الساعه 10 بالليل. بطل سجاير. ها، مش حاسس ان انت احسن؟ مش بتكح؟ مش بتتعب؟ صدرك كويس والدنيا كويسه؟ وهكذا. نفسك دي خدها واحده واحده. مش بعرف اذاكر، اعمل ايه؟ امسك الكتاب. قبل ما امسك الكتاب اهيئ المكان حواليا. بمسك تليفون كتير، احاول اركن التليفون الفتره اللي هذاكر فيها. ممكن حد يقول لي انا بذاكر من الانترنت، اعمل ايه؟ لو عندك كمبيوتر ذاكر منه احسن، عشان مش هيكون مشتت زي التليفون. فتحت الكمبيوتر وذاكرت، اعمل ايه؟ ذاكر ربع ساعه. مش طالب منك اكتر من ربع ساعه. ربع ساعه مش هتعرف تعمل ربع ساعه مذاكره؟ ذاكر ربع ساعه. معلش، اصبر، استحمل، ده عشانك. ده كله انت بتذاكر عشان مين؟ ما انت بتذاكر عشان نفسك، عشان مستواك العلمي يتحسن، تعرف تشتغل شغلانة كويسة، تاخد منها فلوس كويسة، تصرف على نفسك، تصرف على أهل بيتك، تصرف على اللي حواليك. معلش، ربع ساعة مذاكرة. ذاكرت ربع ساعة، طب ندرجها، نخليها تلت ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعة ونص، ساعتين، لحد ما توصل للي انت عايزه. وهكذا. نفسك زي الطفل الصغير، خدها واحدة واحدة واحدة، وإن شاء الله بإذن الله هتبقى زي الفل. معلش أنا طولت عليك في الفيديو، استحملني، ده عشان أنا بحبك في الله. ما تنساش الإعجاب والتعليق والاشتراك والمشاركة، عشان الكل يستفيد وأنا أخد أجر وأنت تاخد أجر. وما تنساش تدعيلي. أنا عبد الرحمن شريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.